يبدو أن موضوع الخيانة المتهم به الدولي المغربي أشرف حكيمي وقرار هبة عبوك لا يزال حديث الجمهور والصحافة الدولية. وحول الأزمة التي يعيشها الآن لاعب باريس سان جيرمان مع الطليقة، كشفت الصحيفة الإسبانية عن مفاجأة في الموضوع، حيث أكد أن الصحافة الإسبانية توفر على معلومات مؤكدة أن حكيمي لم يكن مخلصا لزوجته منذ بداية علاقتهم، وقالت أن لديها أدلة من بينها صور تؤكد كل هذه المعلومات، موضحة أن حكيمي كانت له علاقة مع فتاة تدير مكتب تأجير السيارات رغم زواجها من هبة بوك. ولفتت صحيفة ريفيس إلا أن هناك مشكلة أخرى في العلاقة بالإضافة إلى هذه الخيانة، هي فارق السن بين الزوجين، حيث أن هبة بوك تبلغ من العمر 36 وأشرف يبلغ من العمر 24، ويبدو أن لكل منهما أهدافا وأولويات مختلفة في الحياة. هبة بوك في مشاهد مخلة تزامنا مع انفصال عن حكيم، وشارك حساب إسباني شهير مشهدا جنسيا كاملا لهبة بوك في فيلم مالك التي تم إنتاجه عام 2019 قبل ارتباطهما بأشرف حكيم عام 2020. وعدت حسابات أخرى نشرت صور الممثلة التونسية الأصل كما ولدتها أمها، حيث لا يعلم الغرض من النشر ولا أحرص على ذلك، علم أن هبة نفسها لا تتردد في نشر صورها وفيديوهاتها المخلة على حسابها الرسمي على الانستغرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.